اللبن السايب هل هو نعمة في كوباية ولا سم في بطنك؟ كلنا بنحب اللبن يكون بخيره، بس هل سألت نفسك اللبن ده عدى على كام ايد وكام جردل ملوث قبل ما يوصل لك؟ وليه اللبن السايب بيقطع اول ما نحطه على النار؟ وازاي التجار بيغشوه؟ النهارده ان شاء الله هنشرح رحلة اللبن من درع الحيوان للكنكة او اللبانة الموجود عندكم، وهنقول ازاي تعرفوا اللبن المغشوش في البيت، وهقول ازاي اللي هتعرفوا اللبن المغشوش بطرق بسيطة جدا في البيت، وهقول لكم كمان ليه اللبن الحي لازم يقطع بينما اللبن المعامل كيميائيا او الميت كيميائيا بيفضل سليم وبيخدعك. وفي اخر الفيديو ان شاء الله هقول لكم على اختبار بسيط جدا بنقطة خل واحدة هتعرفوا بيها اللبان ده ضحك عليكي ولا لا علشان يداري اللبن الحمضان. المعلومة دي بالفعل هتصدمكم جدا. يا ريت بقى اللي مش مشترك في القناة يشترك ويدوس على زر الجرس حتى يصله كل جديد، وندخل في الموضوع ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في معلومة شائعة عند بعض الناس فاكرين ان اللبن بينزل ملوث تماما من الحيوان، لكن الحقيقة العلمية بتقول ايه؟ ان اللبن جوه الضرع بتاع الحيوان السليم، اللبن جوه الضرع بتاع الحيوان السليم بيكون فيه بكتيريا بنسبة قليلة جدا، بيكون فيه بكتيريا بنسبة قليلة جدا، يعني نقدر نقول عليه شبه نقي. لكن الكارثة بتبدأ من فين؟ الكارثة بتبدأ من لحظة خروج اللبن من ايه؟ من الحلمة بتاعة الضرع بتاع الحيوان. من اول ما يلمس اللبن يلمس الحلمه ويتعرض للهواء اللي حوالين الحيوان، وبعدين كده بيتعرض الاوعيه او الاواني او الجرادل او الحلل اللي في ايد الناس والايدين بتاعه الناس اللي بتحلب دي، هنا بيحصل انفجار بكتيري. يعني اللبن مش بيبوظ لوحده، اللبن مش بيبوظ لوحده، احنا اللي بنبوظه، احنا وسلاسل التداول او سلسله التداول اللي بتبوظ اللبن وتخلي الحمل الميكروبي بتاعه يوصل لملايين في وقت قصير جدا. ركزوا معايا في الحته دي لان دي صلب الموضوع اللي بنتكلم عليه النهارده. ايه اللي بيحصل في اللبن السايب قبل ما يوصل لنا؟ ايه اللي بيحصل في اللبن السايب؟ ايه اللي بيحصل عشان نتفادى اي اخطار؟ اللبن يا جماعه انتوا زي ما انتوا عارفين، اللي مش عارف يعرف، في التجار بيلموا اللبن او بيجمعوا اللبن من الارياف من عند الفلاحات. فالفلاحات كل واحده بقى هي وضميرها، في ناس ممتازه وناس نظافه جدا وعندهم ضمير، لكن القله من بعض الناس يقول لك انا مش هستعمله، ده هيتباع يا عمي. في اي جردل بتيجي ايه؟ حلبه الجاموسه ولا البقره دي، الجردل ده ممكن تكون غسلته وممكن ما تكونش غسلته، انا بقولش كل الناس، انا بقول معظم الناس كويسه لكن القله. احنا بقى لازم نحتاط من كل ده، واخدين بالكم؟ فبتحطه في وعاء او جردل او اي حاجه، وممكن يتنقل بعد كده لجيركن، والجيركن ده البياع بيجي ياخده ويفضيه في برميل الموجود على العربيه اللي هيمشي بيها. بعد كده البياع ده بيفضي البراميل دي في الفونتاز، بيسموه فونتاز او بيسموه سطل او بيسموه قسط زي ما يسموه بتاع العربيه. المفترض العربيه دي فيها تكييف او فيها تبريد، بس غالبا ما بيكونش كده. والتاجر طبعا لازم ياخد اللبن ده يوزعه على المحلات. تفتكروا هو بيوزعه في قد ايه؟ عشان يوزع مثلا عربيه نص نقل ولا عربيه ثلاث ارباع نقل مليانه اسطوله وفراطيس بيوزعها على المحلات، ممكن يلف بيها ساعات. وطبعا معظم العربيات زي ما قلت لكم كده مش مبرده. ولما يوصل المحل بقى حضرتك ممكن يقعد يوم وممكن يقعد ربع يوم ونص يوم وحضرتك تشتري منه من المحل. دي المراحل اللي بيمر بيها اللبن. كل نقله من وعاء للتاني هي فرصه ذهبيه للبكتيريا انها تتضاعف. البكتيريا بتتضاعف وخصوصا لما بيكون معرضه في الوقت الحرج، الوقت اللي بتنتشر فيه البكتيريا اللي هي المنطقه الخطره ديت، اللي هي من اول درجه حراره 4 درجه مئويه ل 60 درجه مئويه. دي المرحله او الفتره دي او النقطه دي، النقطه الحرجه اللي بيتكاثر فيها البكتيريا بكميات كبيره جدا، اللي هي فوق من 4 ل 60 درجه مئويه. طب البكتيريا دي لما تتكاثر هتضرني في ايه؟ البكتيريا دي بتعمل ايه؟ البكتيريا دي لازم تاكل. هتاكل ايه بقى؟ ده اللبن بيئه مثاليه كده جدا لها، فبتيجي تاكل ايه؟ بتتغذى على السكر بتاع اللبن. سكر اللبن اسمه ايه؟ اسمه سكر اللاكتوز. ولما تاكل سكر اللبن ده بتحوله الى حمض ايه؟ اسمه حمض اللاكتيك، اللي هو بيرفع الحموضه بتاعه اللبن. واول ما الحموضه تزيد
واللبن يتحط على النار يقطع. عرفتوا التقطيع بيجي ازاي؟ نتيجه الميكروبات الكتير، البكتيريا الكتير، التعرض لدرجه حراره فوق ال4 درجه مئويه، ده بيزود الحمل الميكروبي اللي بيتغذى على اللاكتوز، واللاكتوز بيتحول لحمض اللاكتيك، والحمض اللاكتيك بيعمل حموضه، والحموضه دي ايه؟ بتخلي اللبن يقطع اول ما يمص بص او ما يتحط على النار. يعني القصه كلها في سلسله التبريد المفقوده وكسره الاوعيه اللي بيتحرك فيها. وطبعا علشان التاجر ده يداري عيوب سلعته او يخلي اللبن يتحمل ساعات طويله، ساعات النقل دي في العربيه المكشوفه، وكمان علشان يزود الربح بتاعه بيعمل حركات لازم نفهمها ولازم نعرفها ولازم اعرفها لكم عشان نعرف ايه نخلي بالنا من الناس اللي بتضحك علينا. انا ما بقولش كل الناس على فكره، في تجار محترمين جدا ومش غشاشين. الغشاش قليل نسبه بسيطه جدا، بس احنا لازم نتجنبه، نعرف هم بيعملوا ايه عشان نتجنب. اول حاجه ممكن يعملها التاجر الغشاش ايه؟ يزود ميه، ده شيء طبيعي، لازم يعرف ان ما غشنا فليس منا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بيزود ميه عشان ايه؟ عشان يزود الكميه ويكسب كتير. وللاسف كمان في بعض معدوم الضمير، انا بقولها لان الكلام ده على لسان عامل كان شغال مع واحد بيجمع لبن. بعض معدوم الضمير بيزودوا من اي ميه بتقابله، اي ميه بقى، حنفيه مش حنفيه. ده في واحد يا جماعه بيزود ميه من الترعه. العامل ده قال لي اقسم لي بالله ان شاف السمك بيمشي في قلب اللبن، سمك صغير. ده مش كل الناس، انا بقول قله بسيطه جدا. وطبعا عشان يخلي اللبن ده تقيل في القوام هو حط ميه، حضرتك هتكتشفيه، فبيضيف نشا ويقلبه كويس، وممكن يضيف دقيق وممكن يضيف جيلاتين. طبعا الجيلاتين غالي مش هيضيف يعني، بس هو ايه؟ النشا والدقيق. وكمان ممكن يضيفوا كربونات، وانتوا عارفين بيحط كربوناته ليه؟ عشان يعادل الحموضه اللي اتكونت، عشان حضرتك لما تحطيه على النار ما يقطعش. فهو في نفس الوقت اللبن كده في الحاله دي مليان بكتيريا. والاخطر بقى ان بعض التجار بيضيفوا عليه ماده اسمها الفورمالين. انتوا عارفين الفورمالين دي اللي بيحنطوا بيها او بيحفظوا بيها الجثث يعني في المشرحه، بيحطوها فورمالين. هي دي الماده اللي ساعات بيحطوها على اللبن عشان تموت البكتيريا، بس هي في نفس الوقت بتدمر الصحه، وده يعتبر غش اجرامي، اللي بيعمل كده فعلا مجرم. والبعض من التجار بيضيف مواد كيماويه زي الهيدروجين بيروكسيد. وطبعا من الحاجات برضو في بعض التجار بقى عشان يبين لك بقى ان اللبن ده فريش واللبن ده صحيح 100%، بيحط بعض المنظفات، بعض مساحيق الغسيل. عارفين ليه؟ عشان لما تصب اللبن كده يعمل رغوه كده ويحسسك ان اللبن ده طبيعي وطازه. وفي ناس بتضيف لبن بودره، دي ناس محترمه شويه، لبن بودره منزوع الدسم عشان يتقل بيه ايه؟ اللبن اللي هو غشه يعني، هو غشاش محترم، وبيضيفوا موانع تكتل. طب ازاي حضرتك بقى تعرفي الغش وحضرتك في المطبخ او في البيت؟ نكتشفوا ازاي؟ انا هقول لكم كام طريقه كده، خليكم معايا وركزوا عشان هتتعلموا في معلومات. على فكره في ناس كتير عارفاها بس في ناس ما تعرفهاش. عشان نعرف ان اللبن ده اتحط له ميه ولا لا، بيجيب طبق السطح بتاعه املس ما يكونش فيه خشونه، ونحط ايه؟ بعض قطرات من اللبن كده ونشوف كده هيحصل ايه. هل لو اللبن جري بسرعه وما سابش وراه اثر، تعرف ان ده عليه ميه. لكن لو اللبن مشي نزل ببطء شويه وساب اثر وراه ابيض كده، تعرف ان اللبن ده بخيره وسليم 100%. ولو حضرتك شاكه ان اللبن ده فيه نشا، يعني لقيت فيه تكتلات كده مش طبيعيه بتفركيها طلع بودره بيضاء، اتاكدت ان او شاكه ان فيه نشا، تعملي ايه عشان نتاكد؟ كلنا عندنا البيتادين بتاع اللي بنحطه على الجروح ده اللي بنشتريه من الصيدليه. هنجيب معلقه لبن نحطها في كوبايه صغيره كده، بس اللبن ده يكون مغلي ومتبرد قبل كده، يعني يبقى غليناه الافضل طبعا. ممكن نعمله من غير كده، بس الافضل طبعا نغليه ونبرده. ناخد معلقه منه نحطها في كوبايه صغيره وننقط عليه بشويه كام نقطه بيتادين. لو اللون بقى لون ازرق اعرفي ان ده مليان نشا. ولو لقيتي حضرتك رغوه بالزياده مش طبيعيه زي رغوه الصابون كده، او ليه ريحه غريبه، او اللي هو وقت الغلي كده بتحس بريحه غريبه، يبقى ده مضاف ليه مواد كيماويه. ونيجي للسؤال اللي بيحير معظم الستات، هو اللبن القاطع لو قطع معانا نعمل فيه ايه؟ طبعا في ستات كتيره بترميه، بتقول لك انا وتعب نفسي، ده ممكن يكون عارفه انت استفدت بيه، بتقول لك انا اوجع قلبي ليه؟ يا عم هو مش مكتوب لنا، ده مش رزقنا، خلاص نرميه، خلاص عوضنا على الله. هو غالبا معظم الناس ما تعرفش تستفاد بيه ازاي.
اللبن يا جماعه لو قطع وريحته كويسه، ريحه اللبن كويسه والطعم بتاعه لا طعم لبن عادي، فده معناه حموضه طبيعيه. الحموضه دي مش مضره، دي حموضه طبيعيه. حضرتك ممكن تجيبي حته شاشه وتصفيه وتعمل له منه احلى حته جبنه قريش، وطبعا ممكن تزودي بعض شويه ملح كده صغيره عشان يتبلع بيه، تعمل له منه احلى جبنه قريش. او ممكن تستخدميه في عمل المعجنات. لكن لو حسيتي ان الريحه بتاعته زفره او ريحه وحشه او طعمه يعني زي المر كده وغير مقبول او لونه اتغير، هنا ما تستخدموش خالص، واوعي تستخدميه، ارميه. لان ده معناه فساد بروتيني وميكروبات ضاره، وطبعا صحتك اغلى من اي فلوس. هتقولوا لي بقى انت كده حيرتنا، احنا ما بنقدرش نشتري اللبن المعلب في الكرتون ده الغالي علينا، اللبن السايب هو اللي قد ايه، قد الميزانيه بتاعتنا، انت كده حيرتنا ودوختنا مش عارفين نشتري لبن ازاي. هقول لك يا ست بس يا هانم او يا استاذنا، نختار المصدر الموثوق. لو انا بنجيب من فلاح والفلاح ده متاكد انه راجل نظيف والست بتاعته بتحلبه وزي كانه بتشربه هي، لا ناخد واحنا مغمضين عينينا. لكن لو احنا بنجيبه من سوبر ماركت مش معروف كده، يبقى لازم نخلي بالنا. وفي محلات يا جماعه بتكون بتاخد من مزارع، يعني لو احنا عارفين ان المحل ده بياخد من مزرعه نظيفه، ناخد برضه احنا مغمضين عينينا. وفي محلات هي منفذ بيع لمصانع بتاعه البان خاصه بيها، يعني عندها المزارع الخاصه بيها بتعمل منها منتجات الالبان وبتبيع لبن سايب. فدي برضه لو احنا شفنا ومتاكدين منه ناخد منه واحنا مطمنين. ووصلنا للمعلومه اللي وعدت حضرتكم بيها في اول الفيديو، اللي وعدتكم بيها في الاول، ليه ساعات بنجيب اللبن وبعد ما نغليه ممكن يقعد معانا يومين بره الثلاجه وما بيقطعش، وحضرتك تكوني فرحانه قوي ده اللبن كويس قوي ما بيقطعش. اللبن ده بيكون 100%. لا يا حضرتك، ده مش لبن 100%، اللبن ده مقتول بكتيريا ان صح التعبير، مقتول كيميائيا، قصدي انا اسف، مقتول كيميائيا ان صح التعبير. مقتول كيميائيا بايه؟ يعني بنضاف عليه كربونات علشان البياع يداري الحموضه، يعادل الحموضه اللي حصلت فيه، يعني عشان يعادل ويعالج الغش اللي هو عمله. طب ازاي نكتشف بقى الايه الكربونات؟ وده بسيطه خالص، هنجيب معلقه لبن واحده في كوبايه صغيره ونحط عليها نقطتين خل او عصره ليمون صغيره. هي حاجه من الحاجتين ده هيحصل. اول حاجه لو لقينا حصل فوران او حصل فقاقيع هواء كده زي الفوار ما بيحصل فاللبن ده منضاف له كربونات. والرغوه دي ممكن تكون برضو من المنظفات اللي ممكن يحطها عشان يداري العفونه اللي موجوده معاه. في اللحظه دي ارميه فورا. لكن لو اللبن اتجبن وفصل طبيعي من غير فوران ولا حاجه، فلا، ده لبن نظيف وخالي من الكيماويات. واخيرا، اللبن يا جماعه نعمه، لازم نكون واعيين واحنا بنتعامل معاه، وما نفرحش باللبن اللي ما مش بيقطع معانا، لانه ممكن بيكون عدم التقاطيع ده بسبب الغش. لو استفدتوا من المعلومه دي شاركوها مع اصحابكم واحبابكم عشان الكل يستفيد، فالدل على الخير كفاعله. ولو عند حضرتك اي سؤال عن جوده الاكل او الغذاء اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم بنفسي. كنتم في قناتكم تثقيف غذائي وصحي، مختار سالم قمر. انتظروني في الفيديو القادم ان شاء الله، هقول لكم الفرق بين اللبن المبستر واللبن المعلب في علب الكرتون، ونعرف الفرق بينهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك يا كريم، واجعله في ميزان حسنات كل من شاهده ونشره ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. ما تنسوش بقى تدعوا لي وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق، ودعموا القناه بالشير واللايك والتعليقات عشان ننشر وعي الصحي والغذائي في المجتمع. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.